يا صباح الفل يا صباح الجمال، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ملعب 90 مع ابراهيم فايق. من الحد للتلات دايما بنتقابل مع حضراتكم من الساعه 10 للساعه 11. امبارح كان في ماتشات في كاس مصر. الاتحاد السكندري فاز على النجوم 2-1، وكده الاتحاد هيلاعب وادي دجله في دور ال 16. الانتاج الحربي خسر من كوكاكولا 0-1، وكده كوكاكولا هيواجه بتروجيت اللي عمل كام مفاجأة كبيرة وفاز على المقاولين العرب بهدف دون مقابل. الاسماعيلي ولافيينا، الاسماعيلي فاز على لافيينا بهدفين مقابل هدف. الاسماعيلي مستني الكسبان كده من لقاء الزمالك والحرس علشان يقابله في دور ال 16. في ماتشات الكونفدرالية، بيراميدز هيحقق نتيجة إيجابية وحاجة هايلة جدا جدا بفوزه على راسنج الإيفواري بهدفين دون مقابل، والمباراة لم تكن مذاعة ولكنه مكسب مهم جدا لبيراميدز. بوفالوس بطل اسواتيني خسر من النجم الساحلي بهدفين دون مقابل. واشانتي كوتوكو خسر من وفاق سطيف الجزائري 1-2. واستاد مالي فاز على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين لهدف. دي الماتشات بتاعتنا امبارح سواء في الكونفدرالية عشان المشاركة المصرية فيها اللي هي فريق بيراميدز، او كمان على صعيد بطولة كاس مصر. المصري هيلعب النهاردة على فكرة مع المنصورة الساعة 2:30 في دور ال 32 في بطولة كاس مصر. والمصري ماشي كويس جدا جدا في بطولة الدوري، ويعني محقق نتائج كبيرة جدا. وكابتن علي ماهر حقيقة فارض نفسه وفارض شخصية مهمة قوي 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 الموسم ده. طيب، ايه الاخبار والدنيا ماشية ازاي والامور ماشية ازاي؟ خلاص القصة بتاعت الافراح والليالي الملاح خلصت في النادي الاهلي، ولملموا الكهارب، واللي عايز يعمل حاجة عملها، واللي كان نفسه يقول حاجة قالها. والتعامل الإعلامي على يعني أفضل ما يكون. كل لاعب قدر ان هو يتواصل مع محبيه ومع جماهير الأهلي، والأهلي عبر عن فرحته على مدار يومين أو ثلاثة. خلاص النادي الأهلي فرض حظر إعلامي على اللاعبين. أي لعيب هيتكلم غرامة قدرها 300 ألف جنيه، ولو حتى الناس بتتكلم في مداخلة هاتفية. فالموضوع بقى منتهي خلاص في قصة التعامل الإعلامي ده، لأنه الأهلي داخل على المعترك الإفريقي مرة تانية، وداخل على مباراة يوم الثلاث مهاش سهلة، هي مباراة المريخ السوداني. وفريق المريخ وزيه فريق الهلال السوداني دايما ماتشاتهم قدام الاهلي بتبقى ماتشات فيها نديه وفيها قوه. المريخ بقى له اسبوع على فكره هنا في القاهره، بقى له 5 ايام في القاهره بيجهز نفسه ويستعد لهذا اللقاء. تأكد غياب صلاح محسن عن تدريبات الأهلي 10 أيام، مش هيكون موجود في التدريبات الجماعية. بيجري أشعة، الأشعة دي أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية. هيبتدي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي من أجل التجهيز في المرحلة اللي جاية. أيمن أشرف قد يغيب عن لقاء الأهلي برضو والمريخ. أيمن برضو اكتفى بأداء تدريبات بدنية واستشفائية في مران الأهلي، وغاب عن التدريبات الجماعية. برضو عنده شوية إجهاد كده في العضلة الخلفية. الأهلي هيبقى عنده مشكلة كده في ناحية الشمال في الجبهة اليسرى. معلول مصاب من ساعة كأس العالم للأندية، من ساعة ماتش البايرن، وبالتالي كمان الراجل راح على طول يعني رمى أيمن أشرف ناحية الشمال وخلى ياسر إبراهيم يبقى سنتر باك. دلوقتي الاتنين دول مصابين، يعني أيمن أشرف مصاب وعلي معلول مصاب، والكلام كله على انه يعني برضو ايمن بعيد. يعني هو في حل، بس الحل دايما هيبقى في ايه؟ في سنة مخاطرة. محمود وحيد ليه في سنة مخاطرة؟ لانه محمود وحيد بقاله كتير جدا ما بيلعبش. هل هو هيفكر يعمل كده ولا هيعمل ايه؟ ايه التباديل والتوفيق اللي كان اللي بايد الراجل يعملها علشان يبقى في حد باك شمال يلعب الدور ده في غياب معلول وايمن اشرف؟ لسه ما احناش عارفين. ممكن ايمن يلحق، ممكن. هو خد بالك مش نهائي ان ايمن ما يلحقش، بس برضو ايه إن بنحط حضرتك في الصورة عشان تبقى عايش الموقف نفسه عامل ازاي. موسيماني قاعد مع ناصر ماهر عشان يطمئن على صحته، لان ناصر دلوقتي بيشتغل على البرنامج التأهيلي. عنده مشكلة كانت في الكتف، وبعد الخلع اللي في الكتف ده هو الراجل عمل عملية، وبالتالي بعيد عن يعني المنظومة دلوقتي، لكنه شغال طبعا في البرنامج التأهيلي وعشان خاطر يجهز ويبقى مستعد.
النهارده هيبقى في مؤتمر صحفي الساعه 8 بالليل في استاد القاهره لموسيماني عشان يتكلم على لقاء المريخ. واللقاءات والمؤتمرات الصحفيه زي ما حضراتكم عارفين بتبقى قبل 24 ساعه دايما من اللقاءات. كل التصريحات اللي بتطلع من المريخ دايما تصريحات فيها احترام وتقدير، واهلنا في السودان دايما مؤدبين ودايما محترمين. امبارح علي اسد عضو مجلس الاداره تلاقيه يقول لك النادي الاهلي ده نادي كبير واحنا سعداء ان احنا هنقابله، وجاي من معترك دولي وحاجه محترمه ومشرفنا، واحنا سعداء ان احنا هنقابله، حاجات شبه كده يعني. برضو نصر الدين نابي مدرب المريخ السوداني برضو قالك احنا تابعنا الاهلي في كاس العالم للانديه والاهلي معروف بالنسبه لنا وكتاب مفتوح. قال احنا جايين علشان نحقق اقل خساره، احنا مش جايين علشان نحقق اقل خساره كما اعتقد البعض، احنا جايين عشان نحقق نتائج ايجابيه ومش هنعتمد على الدفاع امام الاهلي. وبالتالي كلها تصريحات بتعكس اهميه هذا اللقاء. ده اول لقاء في دور المجموعات بالنسبه للاهلي على فكره في البطوله الافريقيه. المريخ برضو خاض مرانه الرئيسي على استاد القاهره. نائب سفير السودان بالقاهره سيد خالد الشيخ زار مران المريخ لمؤازرة اللعيبة، والكاف على فكرة اختار طاقم تحكيم زامبي بقيادة جاني ساكازاوا لإدارة المباراة. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم في ملعب 90-90 مع إبراهيم فايق. ملعب 90-90 مع إبراهيم فايق. هذا البرنامج برعاية أكبر دليل على إنه مصر عندها دايما مواهب، في عز ما احنا عمالين بندور يمين وشمال وفي كل حتة عن راس حربة بمواصفات راس الحربة اللي هو يبقى خليفة حسام حسن وخليفة عماد متعب. يشاء ربنا انه يبقى فيه مصطفى محمد لعيب راس حربة متكامل، يعرف يلعب براسه كويس جدا جدا جدا، بيعرف يسدد كويس جدا. الأهم من كل ده انه مصطفى محمد مش من اللعيبة اللي بتفكر طول الوقت في المحطة، لأنه الناس في مصر اتهلكت من قصة المحطة ديت. فكرة انه رصات الحربة اللي في الفترة الأخيرة كلها ركزت على الجزئية دي، وده مش ذنبهم على فكرة يعني. دي أفكار مدربين، وأفكار المدربين ديت اتنفذت بالشكل ده، وبالتالي الرغبة دايما انه راس الحربة يبقى دوره لعيب طول الوقت بيستلم الكورة وظهره للجول، وطول الوقت بيستلم الكورة تحت الضغط علشان يهيئ دايما الكورة التانية لأي من الأطراف أو صانع اللعب اللي بيبقى بيلعب تحتيه على طول. وبالتالي يبقى هم دايما أصحاب الأهداف اللي تسجل يعني. ده الدور حتى كمان اللي بيلعبوا الفرق وبتلعبوا المنتخبات يعني. ففكرة التحول انك بتشوف مهاجم طول الوقت محطة عايزه يتحول يبقى راس حربة صريح، لا هو قدر يتعامل مع ده ولا انت قدرت تتعامل مع ده، ولصت الدنيا. فباظوا المهاجمين كلهم بتوع الدوري المصري يعني، ما تشوفش حد لحد ما في عز الجفاف ده ربنا بعت لنا مصطفى محمد. مصطفى الميزة بتاعت حسام حسن، وفي الميزة بتاعت عماد متعب وعمرو زكي وزيدان والناس اللي هي رصات الحربة ديت. ليه؟ هو الراجل بيهاجم ما بيهزرش، والكرة تحت رجله هو ما بيفكرش غير في حاجة واحدة، ازاي الشبكة دي تتهز. علشان كده مصطفى هيبقى بفلوس كتير قوي يعني. النوعية ديت بتبقى بفلوس كتير قوي. ليه؟ لانه التفكير ده هو التفكير اللي بيخلص الشخصية. مصطفى امبارح مع فرقته جلاتا السراي قدر ان هو يسجل الهدف الرابع له على التوالي من ضربة جزاء صعبة تكاد تكون مستحيلة. فاللي قاعد بتسمعني في العربية يقول لك ضربة جزاء صعبة، ما انت اشتغلنا ولا ايه؟ لا يعني، بس ارجع بص شوف ضربة الجزاء، لانه ارضية الملعب كانت عاملة ازاي، طينة مطر وتلوج وارضية الملعب دي طينة حرفية يعني. مش احنا، انا ما ببالغش يعني، لدرجة انه في راس الحربة زميله التاني في الفريق كان بينضف له الملعب وبيشيلوا الطينة اللي حوالين الكورة، في يعني سابقة إن كانت بتدل على شيء تدل على مدى الحب والتقدير اللي بيحظى بيه مصطفى هناك سريعا يعني بعد 4 ماتشات علشان يساعدوه. ففكرة ان هو اللي يتصدى للكورة ديت وللمشهد ده والكورة بالمنظر ده
هتطب في اي وقت، يعني مع الميه هتضعف حركتها، هتضعف قدرتها، كانك بتاخد ضربه جزاء بس مش ضربه جزاء، فيها ريسك عالي قوي قوي وهتضيع يعني. فمصطفى محمد هو اللي يلعب ضربه الجزاء ويسجلها، فيبقى ده الهدف الرابع ويتسبب كمان في هدف لفرقته. لا ده قدام قاسم باشا او قاسم باشا يعني. ف لا انت بتتكلم على جوده مهاجم. ما كناش بنكذب يعني، او ما كناش بنتجمل في مصطفى لما كنا بنقول ان هو مهاجم مصر الاول، لان المواصفات باينه والشغل بتاع مصطفى على نفسه كمان كان باين. اكتر حاجه عجباني في مصطفى هي الشخصيه، وهي دايما دي اللي بتحط ايدك على قلبك فيها، هي دي اللي انت بتبقى خايف منها. يعني يبقى لعيب مواصفاته كويسه جدا جدا، بس ما يمتلكش الشخصيه اللي تقدر تحافظ بيها، اللي يقدر يحافظ بيها على يعني الامكانيات ديت. طب ايه المطلوب من مصطفى في الفتره اللي جايه ديت بعد ما قدم افضل انطلاقه لاي محترف مصري على الاطلاق؟ تخيل انه الانطلاقه بتاعته كمان افضل من انطلاقه محمد صلاح مع بازل. يعني مؤشرات انطلاقه مصطفى محمد بالاربع اهداف اللي سجلهم ما حصلتش لاي محترف مصري خرج مباشره من مصر من القاهره لعب بره في اي فريق يعني في اوروبا. الراجل مسجل اربع اهداف في 4 لقاءات ورا بعض. طيب اللي احنا بنتكلم فيه ده ما هوش سهل. نتكلم من نقل اجواء او انتقال من اجواء في الدوري المصري مع فرقته مع نادي الزمالك، اخر اسبوع تقريبا ما كانش بيلعب، راح للدوري التركي، فرقه كبيره جلطة السراي عندها جمهور كبير جدا جدا. الراجل عنده طول الوقت ضغوط من نوعية انه لازم يسجل ولازم يحرز ولازم يكون كويس. فالحاجات اللي شبه كده بشوفها ان هي تدينا دفعة كبيرة جدا جدا، وتدي للشباب الصغير بقى الموجودين اللي بيفكروا ازاي يبقوا لعيبة كورة ويبقوا لعيبة محترفين. فكروا ارجوكم اول حاجة في الاحتراف، اول حاجة تفيد الكرة المصرية فعلا وحرفيا يعني هي الاحتراف، او هو الاحتراف. هو ده اللي بيوصلنا لمنصات ما كناش شفناها، هو ده اللي بيعلي اسمنا قوي قوي قوي، هو ده اللي بيخلينا نصل الى جودة لاعبين في منتخبنا الوطني كبيرة وقوية. يعني لما اقول لك النهاردة انه فرقة ليفربول كلها مش شايفة الفرقة، مش عارفين هم رايحين فين، والوحيد اللي في السفينة بيحاول ينقذها هو محمد صلاح، اللي من المفترض انه يتأثر. يعني فرقة بتخسر ازاي يبقى هو هداف الدوري؟ فرقة كانت بطلة الدوري السنة اللي فاتت بتخسر الدوري السنة دي خلاص، والعملية بانت. فازاي الفرقة ديت يبقى فيها هداف الدوري؟ النهاردة انت تعالى بص على جدول الدوري. مانشستر سيتي لاعب 23 مباراة معاه 53 نقطة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 5 وخسر ماتشين. وتعالى بص يا سيدي على ليفربول وشوف بقى بطل الدوري عمل ايه، بعد 24 مباراة فاز في 11 بس وخسر في 6، خسران 6 ماتشات وتعادل 7 ماتشات، معاه 40 نقطة، فرق 13 نقطة، والسيتي كمان له مباراة اقل. فانت بتتكلم على هذه الفروق الكبيرة جدا جدا. لما تقول مثلا ليفربول مسجل 45 هدف، 45 هدف ده ان كان بيدل على شيء، ومحمد صلاح منهم مسجل 17 هدف، ده ان كان بيدل على شيء بيدل على قدرات الراجل بتاعك وامكانياته. فطبعا كل اللي بنتمناه ان شاء الله باذن الله ان الامور تمشي كويس بالنسبه لمحمد صلاح وتمشي كويس بالنسبه لمصطفى محمد ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه. اروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم في ملعب 90-90 مع ابراهيم فايق. ملعب 90-90 مع ابراهيم فايق. في تدريبات تأهيلية لفرجاني ساسي لتجهيزه الفترة اللي جاية. دكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك قال انه فضل خضوع اللاعب لتدريبات تأهيلية لتفادي مسألة الإجهاد. فرجاني طبعا من العناصر الأساسية والمهمة، والزمالك داخل على مباراة برضو مهمة جدا هي مباراة الإسماعيلي، وبالتالي العدة والتجهيزات وكل الأمور اللي احنا بنتكلم فيها ديت علشان تحقيق نتائج إيجابية تكون كويسة خلال الفترة اللي جاية. رؤى والمثلوسي جاهزين للمشاركة في مباريات الزمالك، خلاص أدوا تقسيمة قوية في مران امبارح، وبالتالي هم جاهزين ما عندهمش أي مشاكل. الزمالك بيخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي،
وبالنسبه للاسماعيلي فعنده مشكله شويه في خط الظهر قبل مواجهه الزمالك، لانه الظهير الايمن محمد بيومي اصيب بشد في العضله الاماميه. بيومي مهدد انه يغيب عن اللقاء اللي هيتلعب بكره بسبب الاصابه اللي تعرض ليها طبعا في مباراه لافيينا امبارح. الاسماعيلي كمان اصلا عنده غيابات من قبل كده، غيابات دفاعيه بعد ما اتصاب الاثنين الظهراء احمد ايمن ومحمود البدري، بجانب اصابه باهر المحمدي. فبقى عنده يعني ازمه دفاعيه واضحه وصريحه يعني. المصري والمنصوره تم الاسكندريه لجنه المسابقات قررت اقامه المباراه ديت في دور ال 32 لبطوله كاس مصر على استاد الاسكندريه بدلا من استاد برج العرب. مباراه مصر المقاصه واشمون هتتلعب يوم 23 فبراير على استاد السكه الحديد بدل من ملعب الاسيوطي. وكابتن صبحي العمراوي هو اللي هيكون حكم لقاء المصري، معاه احمد عبد السميع وليد الصردي، والحكم الرابع محمد عبد الوهاب. امبارح اروى بارينا المدير الفني لبيراميدز اتكلم بعد المباراه، وكابتن هاني سعيد ايضا كمان المدير الرياضي لبيراميدز اتكلم بعد المباراه، وقال ان هم بيجهزوا الفريق لكي يكون اللقاء ده او النتيجه ديت الايجابيه، المكسب بهدفين دون مقابل ديت، علشان تبقى نقطه التحول اللي يستعيد بيها بيراميدز ثقته. وكابتن هاني كمان قال نقطة مهمة، قال احنا عارفين انه اروى بارينا مدرب كبير، وبالتالي عشان هو مدرب كبير احنا ما بنفكرش في موضوع الاقالة ديت، الراجل مستمر معانا وموجود. اروى بارينا لما اتكلم بعد الماتش قال لك احنا قدمنا مباراة جيدة رغم ارضية الملعب اللي ما تساعدش على اللعب، قال ان احنا تحكمنا في ايقاع اللقاء وكان لنا اكتر من فرصة في الشوط الاول. وقال كمان ان الفوز بيمثل عودة الثقة للاعبين، لكن لا يزال هناك 90 دقيقة اخرى في القاهرة. خلاص مباراة الوداد وكايزر تشيفز اتحسمت، هتتلعب هنا في مصر على ملعب السلام. والوداد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك شكر وزارة الرياضة المصرية والاتحاد المصري بعد قبول استضافة المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. اللي حصل باختصار شديد إنه كان في لقاء ما بين الوداد المغربي وكايزر تشيفز في البطولة الإفريقية، فوزارة الصحة والسلطات المغربية المفروض ان ده لقاء، فكايزر تشيفز الجنوب إفريقي هينزل على المغرب علشان يلعب اللقاء ده. فوزارة الصحة والسلطات في المغرب قال لك لا مفيش الكلام ده، مش ليه؟ قال لك جنوب إفريقيا منتشر فيها كوفيد 19 السلالة الجديدة. والله يعني الكورونا الجديدة السلالة الجديدة منتشرة في جنوب افريقيا، فاسفين احنا مش هنستقبل. فيقول لهم يا جماعة هتبقى في مشكلة كبيرة كذا كذا كذا. ما اتحلتش القصة، الناس تواصلوا مع الاتحاد المصري لكرة القدم. الاتحاد المصري قال لهم والله مش انا اللي باخد القرارات اللي شبه كده، لازم الحكومة المصرية والسلطات المصرية ووزارة الصحة المصرية هي اللي توافق الاول على استقبال الموضوع. نرجع ونرفع الموضوع لوزير الشباب والرياضة. وزير الشباب والرياضة بدوره تابع مع كل المسؤولين ووزارة الصحة، وكان القرار باستقبال مصر لهذا اللقاء، واللقاء هيتلعب على استاد السلام. الاتحاد المغربي شكر اتحاد الكرة على الاستقبال، وشكر ايضا كمان وزارة الشباب والرياضة المصرية. كاف بيتمسك بإقامة لقاء مولودية الجزائر والترجي في موعده. الكاف قال انه اللقاء ده هيتلعب في ميعاده. كانت المباراة المفروض ان احنا بنتكلم عليهم 23 فبراير على ملعب الخامس بالعاصمة الجزائرية، وفي نفس اليوم وعلى نفس الملعب هيواجه شباب بلوزداد ضيفه صن داونز في المجموعة التانية. فقال لهم المباراة هتتلعب مش قصتنا يعني، عشان بس يبقى الموضوع محسوم. فدي من النقاط برضو المهمة. طيب اجمالا كده المواجهات الافريقيه اللي اتلعبت خلال الفتره اللي فاتت بتدي لك انطباع قد ايه انه يعني مباريات ما فيهاش امان يعني، وتدي لك انطباع قد ايه ان المواجهات قويه بالنسبه للفرق المصريه كلها. اي نعم الزمالك كان يستحق الحقيقه يعني المكسب في مباراه المولوديه، ده ما فيهوش اي جدل وما فيهوش اي شك الحقيقه، لان
لو عنده توفيق كان كسب 2-3، لو كان عنده توفيق كان جات له ضربة الجزاء اللي ما حسبهاش الحكم في اللقاء. لكنه يعني في النهاية مش الدنيا مش هتقف على كده. بيراميدز عرف يعدي من راسنج الإيفواري ويكسبوا 2-0 في دور ال 32. الأهلي لسه عنده احتكاك قوي يوم الثلاث اللي هو بكرة مع المريخ السوداني، فبرضه ده مش ماتش سهل. فكله هيدافع عن ألوان التيشيرت بتاعه، وكله هيشتغل على الكرة الإيجابية اللي ممكن يقدمها علشان يكسب بيها. احنا عندنا المقاولين برضو كان في البطولة الكونفدرالية وخرج منها. إذن 3 فرقنا المصرية سواء الأهلي الزمالك بيراميدز نتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق. أروح لفاصل أخير وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. ملعب 90-90 مع إبراهيم فايق. هذا البرنامج برعاية وي. قبل أي يعني مش كل الأغاني اللي بتشتغل في البرنامج بتبقى بمزاجنا. في أغاني بتتحط برضو كده يعني ما بتبقاش بمزاجنا. يعني أنا لو صوتي حلو مثلا والله العظيم أعبلكم أغاني واملى واملى البرنامج أغاني. بس ماشي، انت صوتك حلو قوي يا استاذ ساري واحنا بنحب حضرتك قوي واغنيه عظيمه وانت راجل عظيم، ودي اخر مره عشان نبقى متفقين كده يعني عشان نجيب من الاخر. يعني البايرن بيتعاقد مع اوبامياكنو مدافع لابسج، واحد من المدافعين اللي بيدعم بيه البايرن الكتيبه بتاعته. قال لك انه اللاعب هينضم للفريق بداية من يوليو المقبل. وقع اللاعب على عقود تربطه بالنادي لمدة 5 مواسم. ده طبعا قبل ما ديفيد ألابا ما يخرج لأنه خلاص مش عايز يجدد وبالتالي في الخلعون، فعايزين الناس تأمن نفسها. محمد صلاح قعد يعني امبارح يعد جماهير ليفربول بالقتال حتى النهاية. كتب على حسابه الرسمي على تويتر قال: كانت فترة صعبة لأسباب كثيرة، نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال حتى النهاية. قال: لن نسمح بتحديد الموسم بهذه النتائج الأخيرة، هذا وعدي لكم جميعا. اللعيبة الكبيرة دايما بتبقى عارفة انه امتى توجه بقى لجمهورها وامتى تحتوي غضبهم، وفي غضب كبير حقيقة جماهيري طبعا من جماهير ليفربول. انت بتتكلم عن ليفربول، هي مدينة في حد ذاتها. يوم الماتش بتاعهم يا جماعة حاجة ألاجة والله العظيم. انا حضرت ماتشين في مدينة ليفربول، شياكة الشياكة. ناس بتصحى الصبح تاخد بعضها تروح الماتش قبل الماتش بربع ساعة نص ساعة، تلاقي كل واحد يعني انت ممكن قبل الماتش ب3 دقايق 4 دقايق بيكونوا بياكلوا بيشربوا، والماتش بيبتدي تلاقي المجموعة كلها موجودة، تحس انهم خارجين يتفسحوا ضحك وابتسامات وانبساط كده. ووقت ما كان طبعا بتسمح بدخول الجمهور يتلاقي بالماتش الناس تروح تكمل بقى حياتها ودنيتها وبتاع. فهي كمدينة يعني مدينة مقفولة على ناسها، بيحبوا اللعيبة بتاعتهم. زي ما بتتكلم كده مثلا عندك ليفربول، بتتكلم على الإسماعيلية، بتتكلم على الاتحاد السكندري، بتتكلم على النادي المصري. وبالتالي غضب الجماهير طبعا كبير جدا بسبب النتائج المتردية ديت. يعني أخيرا بقى خليني أقول لحضراتكم الماتشات بتاعتنا النهاردة في الكاس وفي الدوري علشان نختم معاكم حلقتنا النهاردة ملعب 90-90 مع إبراهيم فايق. شوف يا سيدي انت، المواجهات اللي هتلعب في دور ال16 اللي تحددت في كاس مصر: دجلة والاتحاد السكندري، كوكاكولا وبتروجيت. انبي هيقابل الكسبان من الاهلي والنصر، والجونة هيقابل الكسبان من اسوان وسوهاج، والاسماعيلي هيقابل الكسبان من الزمالك والحرس. في كاس مصر النهارده المصري والمنصورة الساعة 2:30. في الدوري الانجليزي ويست هام وشيفيلد يونايتد الساعة 8. تشيلسي ونيوكاسل الساعة 10. الدوري الاسباني قادش واتلتيك بالباو الساعة 10. الدوري الايطالي هيلاس فيرونا وبارما الساعة 10:15. واخر حاجة في الدوري الالماني البايرن وارمينيا بالفيلد الساعة 9:30. ما تزعلش خلاص يا ساري، خلاص
حسيت انك تأثرت. خلاص بقى حط الاغاني دايما معانا ونتبسط بحضرتك واحنا سعداء قوي بحضرتك. انت موهبة فذة، متأثر قوي. ها جايب شعرك على جنب النهارده. كذاب حتى وانت بتعمل فيها كده. حلقتنا خلصت النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. نشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس الميعاد. سلام.